يا ابني التمثيل ده له اول ولا اخر الدنيا، حلم وراح لحاله خلاص، احلم غيره. ما راحش، وهفضل وراه لحد ما ابقى نجم. مفيش هنا مخ، في كشري جوه. بكره تشوف. طب انا جعت اقدر اتعشى؟ يا سلام، تحت امرك. شوف حضرتك حابب تاكل ايه؟ لو ينفع كبده ومخ وعيش بلدي وطحينه. بجد؟ نص ساعه والحاجات دي بتبقى عند حضرتك سخنه ملهلبه. فلفل من الرفيع الحراق ده. عيني. نصار وكريمه واخواتك هيموتوا عليك. ولا امي ولا ابويا ولا اخواتي. ايوه يا حبيبي، بس دول ناس عشت معاهم سنين عمرك. هو انا زعلان منهم؟ بالعكس، انا مقهور يا نجيب بيه. عيل ابن حرام بيجوا في الشارع ولا على باب جامع، خدوه ربوه، كتر خيرهم. انت الافلام لخبطت دماغك. مين قال لك؟ مش يمكن تكون ابن ناس محترمين؟ محترمين؟ محترمين ازاي؟ هو في محترمين بيعملوا كده؟ الموضوع ما فيهوش ريحة الاحترام. اكيد امي خدامة رغم كثافة البيار قالت له لا، ولا رقاصة رخيصة. وابويا اكيد راجل سكران ولا حرامي ولا نشال ولا بلطجي ولا غني زبالة. هيكونوا مين يعني؟ ناس عاديه يا اخي، ظروفهم ما خدمتهمش. انا طول عمري حاسس ان في حاجة غلط. طول عمري حاسس بفن جوايا جاية من حاجة بترقص. انا أمي رقاصة، انا ولا حاجة. انا اللي مش هعرف حتى افشل زي ما المخرج قال. انا واقف جنبك، ما تخافش. ليه؟ دي يعني ايه؟ واقف جنبي ليه؟ كتر خيرك طبعا، بس انا بستغرب بصراحة. بس ما يعرفونيش يربوني وراجل غني يقف جنبي للدرجة دي. اي حد بيشوفني بصعب عليه. تصعب عليه بس؟ مش يمكن يا اخي انت انسان محبوب؟ مش في دعوه بتقول روح ربنا يحبب فيك خلقه؟ انت ربنا محبب فيك خلقه يا سعد. انا بحبك يا سعد، بحبك زي ابني بالظبط. تفتكروا ايه احلى اكله في الدنيا؟ كبده والمخ. اي اكله ممكن تبقى احلى اكله، بس لها شرطين. اول شرط انك تبقى جعان جدا جدا جدا. تاني شرط ان يبقى الاكله دي فيها حاجه انت بتحبها جدا جدا. فين سلطه الكبده؟ اهي. ايوه ايوه، برافو عليك. انت ما بتاكلش ليه؟ انا باكل اهو. خد فلفل. الفلفل ده يحول اي فنان عادي لنجم. بجد ولا بتهرج؟ بجد، ما فيهاش تهريج. اي فنان عادي ياكل فلفل يتحول الى فنان حامي حراق يصبح عليك. كل تفتكر في امل يا نجيب بيه؟ مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش امل، بس حتى الامل له شروط يا حبيبي. مفيش للامل شروط. الموهبه والاصرار الى حد التناحه. لا، لو على التنحى موجوده. والموهبه والله انا حاسس ان هي قويه جدا جدا جدا. مش مهم ان انت بس اللي تحس، لازم الناس كلها تحس. الموهبه يا سعد يدفع فيها فلوس، مش تدفع فلوس للناس عشان تعترف بيها. بس انا برضو موهوب غصب عن عين المخرج وعن عين الدنيا كلها. كل فلفل. لا، ياكل مخ. المخ مفيد جدا جدا جدا. انتوا عارفين يا اولاد ان في بلاد كتير بتمنع الاكل الحاجات دي؟ كبده والمخ؟ ايوه، هي برضه حاجه مش لطيفه قوي ان الواحد ياكل كبده حيوان ومخه. طب والله كويس ان حضرتك قلت لي قبل ما اسافر. لا، ما انت مش هتسافر. ماشي. بمناسبه الكبده الحلوه دي، كنت عايز اسالكم على حاجه كده. مثلا فلنفرض يعني ان حد طلب منكم انكم
تتبرع بحته من كبدك عشان هو يعيش وانت كمان هتعيش، مش هيجرى لك حاجه يعني. تعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها تبرع، يدفع يعيش. انا ايه اللي يخليني اديله كبده؟ انا الاقيه في الشارع ماشي، تاخد كام؟ ولا حتى 10 مليون. انت مش لسه قايل اللي يدفع يعيش؟ ايوه بس ده اللي موافق. انا خاف، انا ضرسي بيوجعني بالسنه، بخاف اروح اخلعه. الا الوجع يا بيه تقول لي فتح وقفل لا لا ولا ملايين الدنيا. ولا انا صراحه انا اتبرع بيها يا بلاش، اصل جسمي ده حاجه ربنا اداها لي يعني، ما ينفعش ابيع واشتري فيها، يا اما لله يا بلاش. وبعدين بقى الواحد هياكل الكبده دي ازاي دلوقتي بعد الفتح والقفل هاكلها ازاي انا؟ تاكلها كده اهو. ايه الزهافه اللي انت فيها دي؟ فنان. خلاص سيب لنا احنا الكبده وخليك انت في المخ. اوعى تكون انت نجيب بيه. انا ايه؟ قصه الكبد والتبرع والحاجات دي، وقاعد سهران وبتضحك معانا والدنيا ماشيه كده. انا كبدي تمام، انا زي الفل. ربنا يديك الصحه نجيب بيه. اصل حضرتك قصه تانية، الواحد يعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطر حضرتك والله. انا عارف يا حبيبي، عارف. سيبك بقى من الكبده دي ودوس في المخ. بص يا سعد، انا رايي ترجع الشغل وتكمل حياتك عادي. انهي شغل؟ الحسابات. وبعدين؟ وانا بقى بصراحه موضوع انك فشلت في التمثيل وان في مخرج مضايقك دي مش داخله دماغي. انا هكدب عليك ليه يعني؟ يا عم انا ما قلتش بتكذب، بس صراحه بقى مستحيل ده يكون السبب اللي يخليك تسيب اهلك وناسك وتقفل تليفونك وما تردش على حد. انت في حاجه تانية مضايقاك. انا بصراحه وما يخصنيش اني اعرفها، انت والله مونسني ومنورني، بس انا لازم انصحك برضه. شويه كده. انا كمان ماشي مسافر، مبقتش فارقه معايا، وهبيع الشقه دي واتحرك بفلوسها، وهو من هنا لغايه ما ابيعها ادي احنا قاعدين مع بعض. طب كويس، مش ايجار يعني؟ لا هي تمليك، هي صحيح مش شقتي لكن بتاعتي وممكن ابيعها عادي. يعني ايه مش شقتي بس بتاعتي؟ يعني هي ورثي ملكي لكن مش حقي. امال الحق مين؟ حق الحاج والحاج الله يرحمه. ابوك وامك يعني؟ يعني المهم انت لازم تفتح تليفونك وترد على الناس اللي قلقانين عليك دول. دي نانسي. الو. يا نانسي، انا كويس الحمد لله، وسعد كويس. لا هو مش جنبي بس هو كويس. ماشي تسلمي، سلام. سلام. مش عايز ترد عليها ليه؟ عملت لك ايه دي كمان؟ مش عايز اكلم حد غير لما ابقى نفسي يا سعيد. حياتي قبل امبارح حاجه وبعد امبارح حاجه تانية خالص. بقول لك ايه، تيجي نكلم الواد مسعد؟ يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ده اغلس اهل الانس والجن. مش عارف، هف عليا كده اكلمه ونخرج كلنا نسهر سوا. لا لا، ده لو اخر واحد في الدنيا بلاش. لا لا يا عم ده واد غلبان والله، ده انا اول مره اشوفه بيضحك وفرحان زي العيال. طبعا فرحان فيا عشان ما جيتش. لا فرحان عشان هيتنشر له كتاب. بسط قوي وقعد يتكلم عنك حلو، حسيت انه طيب قوي والله. بص انا ما بطيقوش بس براحتك. بصراحه ولا انا، بس هو طيب. تخيل اني فعلا كان نفسي اشوفكم. يا عم اهلا وسهلا. ده كان نجوميه ازيك يا شاعر؟ ورواقي كمان. مبروك. الله يبارك فيك. تشرب ايه؟ هات يا سيدي قهوه على الريحه. عيني. تعال، سمعت انك هيتنشر لك روايه. الحمد لله مضيت العقد خلاص. وانت اخبار النجوميه معاك ايه؟ اهو بحاول. انا في مرحله الانتشار دلوقتي، انت فاهم الطريق مش سهل، بس ان شاء الله كله هيبقى تمام. ابقى اديني الروايه بتاعتك اقراها، لو عجبتني ممكن اقلبها فيلم. ما اظنش. ما تظنش ايه يا اسطى؟ يا عم ما اظنش الروايه بتاعتي تنفع فيلم، اصل هي روايه يعني مش حدوته وحكايه بالمعنى التقليدي. تبقى فاشله. يا عم هو انت قريت عشان تقول فاشله ولا مش فاشله؟ ولا هيقراها، لو فتحتها قدام عينه برضه مش هيقراها عشان هو مش بتاع قرايه. بيبص تحت رجله طبعه كده. واقراها ليه؟ الكلام ده بطل من زمان. بطل ازاي؟ القرايه والكتابه دول بطلوا من زمان. دلوقتي الناس بتشوف في لحظه، يشوفوك في كل حته. في حد بقى هيسيب ده كله ويقوم يجيب كتاب يفتحه؟
ولما ربنا يفتحها عليك وتبقى نجم ويجيبوا لك سكريبت عشان تمثله، هتقراه برضه ولا اجيب حد يحكيه لك ولا ايه؟ ساعتها المشهد هيتكتب زي ما انا عايز. وهي السينما وقعت من شويه. القهوه اللي على الريح. تسلم يا عم سعيد. وبطلوا بقى كلام في الحاجات اللي اتضايق دي. توحشوني والله. ايه انت مسافر؟ لا مهاجر. هاجر ليه يا عم وعلى فين؟ استراليا غالبا. مشوار يا بلد، انت هتدب مشوار جامد. ما ينفعش اقل من كده، خلينا نخلص. تخلص من ايه؟ كل حاجه، حتى احتمال الرجوع نفسه. الله، انت بتقول كلام كبير كده، الواحد يجيب ورقه وقلم ويكتب وراك. والله عشان كده كلمتكم انتوا الاتنين بالذات. احنا يعني صحيح مش صحاب من زمان قوي، ويمكن مش متفاهمين قوي يا عم مسعد، بس والله معزتكم في قلبي كبيره قوي. سافر احسن. طلق وعيش تجربتك لقلبك مايل لها، هو ده الصح. هي دي النصيحه اللي ربنا قدرك عليها؟ ده بدل ما تقول له خليك في وسطينا، بلدك اولى بيك. يا ابني مفيش حاجه اسمها نصيحه، احنا بنقول لبعض وفي الاخر ارادتك هي اللي بتغلب. سيبه ينزل البحر. تجربتك هي انت، هي مصيرك. يا عم اسمع كلام انا، ما تسمعش كلامه، خليك هنا هتتبهدل. لا يا عم مسعد عنده حق، انا عايز اعمل كده.